كل اللي عملته ان انا جيت هنا ورحت على ايفنتس مانجر، اخترت من هنا الحساب الاعلاني اللي انا عايزه اربطه بالبيكسل كود، او اعمل بيكسل كود يكون مربوط بيه، وجيت على هنا عملت كونكت داتا سورس اهي، جيت هنا عملت كونكت داتا سورس. طيب بيقول لي عايزه تعملي داتا سورس، يعني عايزه تربطي تيك توك بويب سايت ولا بابلكيشن ولا بايه، فاحنا هنعملها ان احنا هنربطها بويب سايت. هيقول لي حطي الويب سايت بتاعك هنا، ممكن نحطه، ممكن نعمل سكيب. انا حطيت الويب سايت. طيب عندنا بقى دي اللي انا كنت بتكلم فيها، عندنا حاجتين، واحده اللي هي بارتنر انتجريشن، لو انت الويب سايت بتاعك عامله عن طريق ووردبريس او عن طريق شوبيفاي، او لو انت البيكسل كودز بتاعتك هتسطبها عن طريق جوجل تاج مانجر، بتقوم جاي عامل بارتنر انتجريشن ومختار مثلا، بقول له نكست، ومختار مثلا وات ايفر انت هتعمله عن طريق ايه، وساعتها كل دول تيك توك عامل معاهم شراكات، فبيسهل عليك، لا بتبقى محتاج ديفلوبر ولا اي حاجه، وساعات بتبقى محتاج ديفلوبر. المهم ان هو بيسهل عليك طريقه ان انت تربط الويب سايت بتاعك عن بتيك توك. طب انا هنا مش مستخدم ولا واحد من دول، انا مستخدم ويب سايت مجهول الهويه، فبنعمل ايه؟ بعمل باك وبقوم عامل مانيوال سيت اب، لا لو سمحت اديني انا الكود وانا هتصرف، اقعد احط عند الويب سايت انا بمعرفتي. فهقوم عامل مانيوال سيت اب وعامل نكست. لما بعمل مانيوال سيت اب بيقول لي عايزه يبقى تيك توك بيكسل اند ايفنتس اي بي اي، ولا تيك توك بيكسل، ولا ايفنت اي بي اي. فاقول له انا كل اللي محتاجه كود منك، الكود ده احطه عندي على الويب سايت، الويب سايت هيسمح ان انا اقرا اللي هيروح على البيج بتاعتي هيعمل ايه. فاقول له اهو تيك توك بيكسل وهعمل نكست. هيقول لي طب سمي البيكسل بتاعك، يعني من البيكسل وسميه، فانا اديله اسم تيست مثلا وهقوم عامله كرييت. عندي حاجتين الديفلوبر ممكن يطلبهم مني، ممكن يطلب مني كود الكبير ده، هقوم واخده كوبي ومديه للديفلوبر، او حاجه اسمها البيكسل اي دي. طب بجيب البيكسل اي دي ده منين؟ مجرد ما وصلت للجزء ده هقفله، هو خلاص اتسجل، مسميه تيست 2، هقفل. لو جيت هنا مثلا تاني عند الداتا سورس هلاقي اهو طالع اهو ومعلهوش ولا ايفنت، مش متسطب، اقوم داخله عليه اهو، بص شايفين اهو تيست 2، وادي البيكسل اي دي، شايفين البيكسل اي دي هو ده.